السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. معاكم قناة مطبخ لولي. هعمل لكم النهاردة حاجة حلوة تنفع لأوقات البرد اللي احنا فيها وانتوا قاعدين قدام الشاشة. ومعانا المقادير: نص كوباية سكر، كيسين فانيليا، كيس كيك شيف، معلقة خل، بيضتين، نص كوباية لبن، نص معلقة صغيرة ملح، نص كوباية زيت، كوباية ونص دقيق. وهننزل بالمقادير. معانا بيضتين، وهننزل بكيسين الفانيليا، ونص كوباية السكر، ونضربهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام. وهنستمر في الضرب كده زي ما انتم شايفين معانا. احنا بنضربها بالمضرب اليدوي. وهننزل باللبن والزيت وهنستمر في الضرب زي ما انتم شايفين معانا كده. والفرن احنا مولعين الفرن على درجة حرارة 180 درجة اول ما بدأنا نعمل في الكيك عشان الفرن يسخن معانا، عشان على ما نجهز الكيك هيكون الفرن سخن. وهننزل بذرة الملح ومعلقة الخل. وبعد ما نزلنا بكمية الدقيق كلها الكوباية ونص دقيق، هننزل بكمية البيكنج باودر، نص كيس بيكنج باودر، ونستمر في التقليب. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. زي ما انتم شايفين كده بسم الله ما شاء الله الكيكه بقت جاهزه معانا. بعد ما استمرينا في الضرب لمده 10 دقايق هنصبها دلوقتي بقى في الصينيه. في الصينيه احنا مبطنينها معانا بشويه زيت عشان الكيكه ما تلزقش فيها. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. هنعمل لكم دلوقتي على ما الكيكه تطلع من الفرن الطبقه الثانيه اللي هي طبقه الكريم شانتيه. معانا كوبايه كريم شانتيه بودره، نص كوبايه سكر بودره، ومعانا كوبايه ماء هننزل بيها بالتدريج. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين كده الكريم شانتيه بقى جميل معانا. وعشان يكون اكتر تماسك هنضيف له دي معلقه جيلاتين بودره دوبناها في معلقه ميه مغليه وهنضيفها على الكريم شانتيه. ونستمر في الضرب تاني لمده 5 دقايق ونرجع لكم تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. زي ما انتم شايفين كده الصينيه طلعت من الفرن جميله، لونها ذهبي وجميل وريحتها روعه. هنسقيها دلوقتي نص كوبايه لبن بالمعلقه واحده واحده، واللبن بارد طالع من التلاجة.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي هنعمل لكم الكريم كراميل، اللي هي الطبقة اللي بتبقى على وش صينية الكيكة. هننزل بالسكر، معانا كوباية سكر، هنحطها على النار لحد ما تتكرمل ويبقى لونها ذهبي. دي السكر بعد ما دام معانا واتكرمل هننزل بمعلقة سمنة، وده الكراميل بعد ما حطينا عليه نص كوباية المية السخنة عشان تفكه بعد ما كتل. ونستمر في التقليب كده، وبعدين ننزل بكوباية نص كوباية اللبن وفيها معلقة نشا مدوبينها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما انتم شايفين معانا الكراميل كده خلاص بالشكل النهائي للكراميل، وهنفضيه معانا في بوله تانية عشان يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. الكيكه قدامكم اهي، ودلوقتي هنحط عليها الكريم شانتيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام. هنفرد الكريم شانتيه على وش الكيكة. ما شاء الله هتعجبكم قوي. هي كيكة بطريقة الجاتو، حاجة حلوة كده تفرح بيها اولادنا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد ما فردنا الكريم شانتيه على الكيكة هنحطها في التلاجة لمدة ربع ساعة تسقع، وبعدين نحط الطبقة الأخيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. والكيكة قدامكم اهي بعد ما حطينا عليها طبقة الكريم شانتيه وحطيناها في التلاجة بردت. دلوقتي هنحط عليها الطبقة الأخيرة اللي هي طبقة الكراميل، هنفردها على وشها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. حاجة جميلة. دي كيكة بطريقة الجاتو، ولادنا كلهم هيفرحوا بيها لأنها جميلة. هتجربوها، هتقوموا تعملوها دلوقتي أول ما تشوفوها. ما شاء الله ما شاء الله جميلة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وكده فردنا طبقة الكراميل اللي غطينا بيها. زد وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. حطينا شوية كريم شانتيه في كيس حلواني عشان نزين بيهم وش الكيكة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد خير خلق الله. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنزين وش الكيكة، بنديها شكل الزجزاج، يعني حاجة كده تديها منظر جميل بجانب طعمها الروعة اللي هيعجبكم قوي وهيعجب اولادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ودي الكيكة قدامكم اهي، طلعتها من الصينية. بسم الله ما شاء الله، جميلة. جميلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم.